اللي يخلد جنابك الكريم بعد عمر طويل في هذه الدنيا، ترى الموقف هو اللي يحدد مصيرك. اللي يحدد مصيرك مو عمرك، لا لا، الموقف هو اللي يحدد مصيرك. هسه رب مشهور لا صحة له، انت وياي مو؟ رب مشهور لا صحة له. عندنا عبارة مشهورة تقول اللي ما عنده فلس ما يسوى له فلس. شنو هاي؟ آية رواية؟ منين جبتوها؟ قد البعض يقول ليش هذا الكلام مو منطقي، هذا المثال مو منطقي. ليش مو منطقي؟ لأن أدليك على ناس عنده فلوس بس ما يسوى له فلس، عنده فلس بس ما يسوى له فلس. ليش؟ لأن ما عنده أخلاق، لأن ما عنده دين. مو عنده فلوس بس أي موقف ما يقدر يسوي. مرات الفلوس تخليك تصنع موقف، صحيح؟ نعم، في بعض الأحيان تخليك الأموال تصنع موقف. بس أكو ناس، أقول أكو ناس عندها فلوس بس ما يقدر يصنع الموقف. مكبل مشبك، ما يقدر، متعلق بالدنيا. فلوسه تجيب له الموقف؟ لا. فلوسه سوت عنده سمعة أمام الناس؟ لا. الفلوس اللي عنده، جماعة اللي ما عنده فلس ما يسوى له فلس، الفلوس في بعض الأحيان تكون وباء على الإنسان. شنو رأيك؟ احنا لازم نعدل المنطق. شو نقول؟ نقول الما عنده أخلاق ما يسوى له فلس، الما عنده دين ما يسوى له فلس. ليش؟ رأس مالك بالدنيا شنو؟ أنت كإنسان كمسلم رأس مالك بالدنيا ترى أخلاقك، وما الدين إلا الأخلاق. رأس مالك بالدنيا شنو؟ دينك. يوم القيامة الله عز وجل يسألك عن الأموال، صحيح، بس يسألك عمن، وين وديتهن، وين أنفقتهن. ما يسألك ايش قد جمعت، لا. بعض الناس أمام الأموال يعني انحرفت عن عقائدها. مرات قلت لك المال يكون وباء عمي، اسمع زين. اكو بعض الناس ما شايفه فلوس، شافت فلوس خربت اخلاقها وخرب دينها، خصوصا اذا شاف الشايب. شايف الشايب هذا القالب شعره يدوخ، تدهور احواله. شاف له كم ورقه من هذا الشايب. بعض الناس باع دينه ولا لا؟ ابتعد عن الجاده، عن الصواب.